يا صباح الورد والفل والياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هكلمكم عن فنان له شخصية وكاريزما وحضور ما وردتش. شخصية علوان البكري، الفنان الكبير عبد الله غيث. تعالوا معايا عشان نتفاجئ ان هو الراجل ده بجد كان فلاح بجد. اتولد عبد الله حمدي الحسيني غيث في كفر شلشلمون، منيا القمح، محافظة الشرقية. وأسرته كانت بتمتلك مئات الأفدنة، وكمان أبوه كان بيجيد اللغة الإنجليزية ودرس الطب في لندن. لكن أبوه استدعاه وقال له تعالى عشان تتولى العمودية بالقرية. ومع بوادر الحرب العالمية الأولى اتجوز أبوه وخلف 5 ولاد، وكان هو أصغره. وللأسف والده توفى وهو صغير جدا، فاستمر بدراسته بالقرية، لكنه كان تلميذ شقي جدا وبيهرب من المدرسة ويروح السينما والمسارح والحفلات الصباحية. لكنه حصل الإعدادية وبعدها الثانوية، وبعدها قعد يعمل بالزراعة لمدة 10 سنين. يعني قعد فلاح 10 سنين يزرع في أرضه. وبعدها راح القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية. ده كان بإشراف أخوه حمدي غيث اللي كان لسه راجع من بعثة في باريس. أما عن حياته الشخصية، فالراجل علشان كان فلاح اتجوز بدري خالص وهو عنده 18 سنة من بنت خاله اللي قعدت معاه طول عمرها، وأنجبوا 3 أولاد: أدهم وعبلة والحسين. وكان محافظ جدا في بيته وما بيختلطش كتير بالنجوم إلا للضرورة القصوى. وفضلت بنت خاله وجيها علي إبراهيم طول عمرها معاه لحد ما ماتوا. وكان بيقدم أفضل عروض في المسرح الشعري. رشحوا عميد المسرح العربي يوسف وهبي عشان يخلفه على خشبة المسرح. وبكت عليه جان السادات لما مات في الوزير العاشق من شدة تأثرها من تمثيله، ورفض أي تنازلات فنية علشان يظل أبرز نجوم المسرح العربي طوال 50 سنة. والتحق بالمسرح العربي من وهو طالب، وما صادفوش أي مشكلة في دخوله للفن. والتلمذ على يد أخوه حمدي غيث، واشتغل بالتلفزيون ومسلسلات كتيرة عملها دينية وتاريخية اللي كان بارع فيهم جدا. وبدأ عبد الله غيث مشواره السينمائي سنة 1962 في فيلم لا وقت للحب مع فاتن حمامة ورشدي أباظة. وسنة 1963 مع ربع العدوية، وده فيلم كان لسه يعتبر هو في بدايته. وسنة 1964 تمن الحرية. وأدهم الشرقاوي اللي تميز بيه جدا واتشهر بعديها جدا ونال إعجاب النقاد، وكتير جدا من السينمائيين اتكلموا عنه وعن فنه المتميز. وعمل في المسرح القومي أعمال كلاسيكية مترجمة وصلت لمئات المسرحيات، منها وراء الأفق، حبيبتي شمينة، وكمان شوية الحمراء، وكفاح شعب، مأساة جميلة، وتحت الرماد، وكتير كتير جدا من المسرحيات، والدخان والكراسي والوزير العاشق. وكل الأدوار اللي كان بيترشح ليها دايما كانت بتبقى أدوار صعبة، لأنه فعلا كان راجل المهام الصعبة، وما كانش حد يقدر أبدا إن هو ياخد دور زي عبد الله غيث. وكان بياخد أدوار البطولة في معظم المسرحيات الشعرية، واستحق عن جدارة لقب النجم الأول على مستوى الوطن العربي كله للمسرح، علشان كان بيأدي الشعر بطلاقة. والراجل ده عمره ما حلم أبدا إن هو ولا يكون مهندس ولا دكتور ولا محامي. كل حلمه كان إنه هو يبقى فلاح، وكمان حب الفن. وخلي بالكم، الفن بالنسبة له كان مجرد هواية وبس، عمره ما خده مهنة. علشان كده عمره ما قدم أي تنازلات فنية. وكان بيعشق جدا جدا الريف المصري، ما كانش بيلاقي نفسه على حقيقتها إلا هو في قريته لابس الجلابية وقاعد مع أصحابه هناك في البلد، وقاعد على المصطبة تحت الجميزة في الغيط على شاطئ الترع، بعيد عن أي مظاهر أو شكليات. وكان بيروح قريته مرتين في الأسبوع ويشارك أهله مشاكلهم
متاعبهم، ألمهم، حتى إنهم رشحوه للعمودية بعد وفاة أخوه الكبير. وافق في الأول، والمنازل أضيئت وفرحوا جدا في الريف وعلقوا زينة، لكن بعد شوية قال لأ، أنا مشغول بالفن، فتركها لابن عمه. وساعات كتير بنسأل يا ترى الفنان ده كان بيعمل أفلام قليلة ليه؟ فعلا كان بيعمل أفلام قليلة لأنه عمره ما قدم أي تنازلات، وكان بيدقق جدا في اختياراته. مش أي فيلم كان بيعمله والسلام، لا، كان بيدقق جدا جدا. ومن أشهر أفلامه هو أدهم الشرقاوي سنة 1964، وحكاية من بلدنا، والسمان والخريف، وجفة الأمطار، والحرام مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكان له دور متألق جدا فيه. وكان من أهم أدواره دور حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في فيلم الرسالة سنة 1976. صورت معظم مشاهده في ليبيا والمغرب، وانتجت منه نسختين، نسخة بالعربية ونسخة باللغة الإنجليزية. واعتقد المخرج مصطفى العقاد في البداية إن الممثلين العرب هيتعلموا الأداء الدرامي من الممثلين الأجانب، لكن بعد 3 مشاهد بالظبط قال ستوب، وحس بفرق في الإحساس بالشخصية وطريقة الأداء بين الممثل الأجنبي والممثل العربي. وطلب المخرج مصطفى العقاد من الممثل العالمي أنطوني كوين إن المجموعة العربية هي اللي هتبدأ بالتمثيل الأول علشان يتعلموا منهم الأداء، لأن مش معقول شخصية زي أسد قريش هي تتمثل بأسلوب أجنبي الأول. وفعلا اتعلم الأجانب أسلوب التمثيل من عبد الله غيث. وأعجب الممثل العالمي أنطوني كوين بأداء عبد الله غيث، وقال له لو انت يا عبد الله موجود في أوروبا كان ليك شأن تاني خالص. ومن أشهر المسلسلات اللي عملها في التلفزيون كان مسلسل المال والبنون. محدش يقدر ينسى شخصية عباس الضو. عباس الضو بيقول لأ، فاكرين الحتة دي؟ ياه، كان مسلسل جميل جدا، يا ريتكم تشوفوه. وكمان محمد رسول الله، الحرية، والكبرياء تليق بالفرسان، وذئاب الجبل. ذئاب الجبل علوان البكري، اللي محدش يقدر ينكر قد ايه الشخصية دي كانت صعبة جدا، محدش يقدر كان يعملها غير فعلا عبد الله غيث. وفناننا الكبير عبد الله غيث ما كانش بيحب ابدا ان هو يروح مستشفيات او دكاتره، عشان كده ما كانش يعرف ان هو مصاب بمرض السرطان في الرئه والكبد، واكتشف ده في مراحله الاخيره. ما اكتشفش ان هو مريض الا وهو بيعمل مسلسل ذئاب الجبل. قد ايه المسلسل ده كان وشه نحس جدا على فناننا. اكتشف ان هو مريض كانسر وهو بيمثل في المسلسل، وفجأة لقى نفسه ان هو وقع وهو بيمثل، واخدوه على المستشفى، وجاله وفد من ليبيا علشان ياخدوه بأمر من الرئيس معمر القذافي، لكن للأسف ملحقوهوش، وقد فات الأوان، وتوفى الفنان عبد الله غيث في 13 مارس 1993. رحم الله علوان البكري، رحم الله فنان بدرجة محترم، لأن عمره ما قدم أي تنازلات. من فضلك ومن فضلك لو عجبك الفيديو اوعى تنسوني في لايك واشتراك بالقناة، وبشكركم جدا لمتابعتكم.